هل فعلا حد ممكن يحصل فيه كده وفعلا ممكن يعيش احداث حقيقيه زي اللي حصلت في الفيلم دوت؟ وهل ممكن فعلا عيله حقيقيه تعيش مواقف وحياه زي اللي حصلت في الفيلم ده؟ الموضوع ده في الفتره الاخرانيه كان شاغل بالي، وكان شاغل بالي كتير جدا، لدرجه ان انا دخلت وبحثت في التفاصيل ولقيت ان حصل فعلا حادثه مرعبه قوي لعيله سنه 1971. عيله بالكامل حصلت معاها الحاجات دي والمواقف دي بجد، وتم اخذ الاحداث او المواقف دي اللي كانت في الحقيقه مع العيله دي واتعمل منها افلام كتير جدا، ذا كونجرينج 1 و2 و3 وفيلم ذا نان. يلا بينا نبدا الحلقه مع بعض، ومعاكم حاتم الطحان في صفر. في سنه 1971 كانت في اسره مكونه من 7 افراد، الاب روجر والام كارولين بارون، وكان عندهم 5 أطفال: سيندي، نانسي، أندريا، كريستين، وفي الأخير بنت اسمها إبريل. كانت الأسرة دي كلها عايشة في بيت صغير وكانوا بيكبروا مع الوقت. ولما الأطفال ال5 كبروا، الأب روجر ابتدى يشوف بيت أو مكان أوسع بكتير عشان يقدروا يسكنوا فيه، ووقتها روجر اتواصل مع كذا سمسار عشان يشوف له شقة كبيرة بسعر يكون كويس، لحد ما في مرة روجر قابل سمسار كويس وقال له على شقة واسعة بسعر كويس، وعلى طول روجر ما كدبش خبر، خد الراجل السمسار ده من ايده وراح يتفرج على الشقه. بس كان شكل الشقه قديم شويه. الشقه على الرغم ان هي كانت شكلها قديم جدا، بس كان سعرها معقول بالنسبه لروجر، وكمان الشقه كانت واسعه جدا، كان فيها 14 اوضه. وعلى طول روجر انبهر بالمكان الواسع والاوض الكتير، وعلى طول راح البيت للعيله بتاعته عشان ياخد مراته وعياله يفرجوا على الشقه قبل ما يدفع فلوس كاش للسمسار. وبعد ما على طول روجر دفع فلوس للسمسار واستلم مفتاح الشقه، والسمسار خلاص اتاكد ان روجر خد الشقه بطريقه شرعيه كامل متكامل، قام السمسار قال له جمله غريبه جدا. السمسار قال لهم: انا عايز اقول لكم نصيحه واحده بس، محدش يفضل طول الليل قافل النور. والسمسار بعد ما قال الكلمتين دول خد بعضه ومشي، وكان عليه حالة استغراب من الأسرة اللي هتسكن في البيت دوت. بس الموضوع زي ما تقول مشي كده بسبب فرحة الأطفال بالبيت والمكان الكبير اللي هيسكنوا فيه. وعلى طول روجر رجع هو وأسرته لبيته القديم عشان يلموا عفشهم وهدومهم وحاجتهم عشان ينقلوا للبيت دوت. بعد ما نقلوا الحاجات من البيت القديم وهم في طريقهم للبيت الجديد، اتعرضوا لعاصفة ثلجية. بالنسبة للطريق فكان صعب جدا، ولكن برضو الأسرة كملت ووصلت لحد البيت الجديد، وروجر على طول ابتدى يساعد اطفاله ومراته في انهم ينقلوا حاجاتهم جوه البيت الجديد. وكان من ضمن الحاجات اللي تبعهم في العفش صندوق صغير. طلب من بنته اللي كان اسمها اندريا ان هي تاخد الصندوق ده وتسيبه في المطبخ. ولما دخلت المطبخ لقت شخص قاعد على الترابيزه وسلم عليها وتعرف كمان عليها. فالبنت بمنتهى البساطه راحت حكت لمامتها على الموقف ده، وقالت لها كمان ان الشخص ده كان لطيف جدا. ولكن امها بعد تفكير عميق وطويل جدا قالت ممكن يكون حد غريب دخل، او كان ناس من تبع الحاجات بتاعه الحي عشان البيت قديم وكان محتاج يترمم او حاجه من دي. وطبعا من تعب وضغطه اليوم، الام في اخر اليوم نسيت الموضوع ده تماما. الاسره دي كان عندها 2 حيوان اليف، قطه وكلب. الكلب كان بيجري طول الوقت في الشقه بطريقه هستيريه وطريقه فظيعه جدا، وكمان كان صوت نباحه عالي قوي لدرجه ان الاسره ما كانتش عارفه تنام بالليل، كأن الكلب شايف حاجه او مرعوب من حاجه معينه. فالاب اضطر ان هو ياخد الكلب الحديقه بتاعه البيت عشان الناس تعرف تنام جوه البيت. وكان بيحاولوا الاب والام يقنعوا نفسهم ويقنعوا اطفالهم ان دي حاجات عاديه بتحصل عادي في الحياه ومش هيحصل حاجه تاني زي كده. بس للاسف الشديد كان كل يوم بيعدي عليهم في البيت ده كان الموضوع بيبقى اوحش من اللي قبله، والطاقه السلبيه كانت بتملى المكان وتملى قلوبهم بطريقه وحشه جدا ومرعبه جدا. حد كل ده صوت جاي من البدروم بتاع البيت. وفي يوم من الايام الاسره كانوا قاعدين وسهرانين مع بعض، وفجأة بدون أي مقدمات لقوا غسالة الصحون اللي في المطبخ اشتغلت لوحدها، وكمان باب التلاجة كان بيقفل ويفتح لوحده. وطبعا في لحظات الرعب دي الأم بتاخد أطفالها في حضنها، والأب روجر يخش المطبخ ما يلاقيش أي حاجة. روجر يا جماعة ما كانش مقتنع بحاجتين: إن في حاجة اسمها أشباح، وإن في حاجة أصلا اسمها طاقة سلبية. روجر بعد حالة الهلع اللي حصلت في المطبخ دي راح يفتح الباب يبص حوالين الجنينة يتأكد إن في حاجة كده ولا كده، يعني يأمن الدنيا أكتر. لما فتح الباب بتاع البيت لاحظ ان في الجنينه بتاعه البيت غربان كتيره جدا موجوده جوه الجنينه. كمان من ضمن الحاجات اللي مش مفهومه في البيت دوت ان كانت الساعه بتيجي عند 3:30 الفجر والوقت يقف، ونيجي للساعه 5 وكان بيحصل اي حاجه من الانواع بتاعه الازعاج عشان البنات تصحى من النوم. صوت عالي، حاجه ممكن تقع من مكانها. ده كمان ريحه البيت في توقيت الساعه 5 بتكون سيئه جدا. والام طبعا زي اي ام كل يوم بتصحى الصبح تنظف وتروق البيت، تلم غسيل،
بس كانت دايما بتلاحظ ان المكنسه بتتحرك من مكانها لوحدها. وبعد ما بتلم الزباله بتاعه البيت كله وتطلع ترميها بره البيت، بتخش اوض بناتها بتكتشف ان الزباله لسه موجوده تحت السراير بتاعتها. وكانت بما السته اللي هم الخمس بنات يعني والام يطلعوا مع بعض. بعد ما الام اتاكدت ان الحاجات اللي بتحصل دي حاجات غير طبيعيه بالمره، بتفتح الموضوع مع روجر. روجر لحد اللحظه دي هو مش مقتنع باي حاجه من اللي بتحصل في البيت، لدرجه ان الام قالت لروجر ان احنا ممكن نجيب راجل من الكنيسة يعني يعمل طقوس او يعمل حاجات معينة ان هو يطرد الارواح الشريرة ده لو موجودة من البيت. كارولين من اللحظة دي ابتدت تكتشف البيت بنفسها، وابتدت تعرف وتستفسر عن تاريخ البيت ده حتة حتة. وده اللي خلى ان كارولين بالذات هي اكتر شخص يتضرر ويحصل له حاجات غريبة وحاجات كتيرة في البيت الملعون ده. كارولين كانت في البداية وهي نايمة كانت بتحس بهواء بارد جدا، وكمان كانت بتحس بهمس في ودانها زي ما تقول كده حاجة بتوشوشها. مع الوقت والموضوع اما ابتدى يتطور، وكمان كارولين مش ساكتة ان هي بتبحث عن اسرار البيت الملعون ده، كمان الوشوشة دي اتطورت معاها ان هي بقت تسمع الصوت ده وهي صاحية وهي نايمة. وكمان الصوت ما بقاش بيتوشوش لها، الصوت بقى يروح لها بكل وضوح وبقت تسمعه بكل وضوح تام. وكمان من ضمن الكلام اللي كان بيتقال لها اول وشوشة ان اسمها كان بيتذكر فيه. كارولين بعد كده قالت ان هي سمعت صوت همس، وكان الصوت عالي جدا وكان جاي من اوضه بنتها اللي اسمها نانسي. واول ما الام تخش اوضه نانسي بتشوف شبح واحده ست موجوده على الحيطه وبيهددها ان هي لازم تسيب البيت. على طول طبعا الام بتخاف وتترعب وتجري. ولما قعدت مع نفسها بعد كده ابتدت تقول لنفسها او تقنع نفسها ان دي مجرد تخيلات. لكن ابتدى الهجوم على كارولين وهي بتنام. كانت كل يوم لما تصحى بتكون حالها غير اللي قبله. يوم بيكون في دم في ايديها، ويوم تاني بتكون في جروح في ايديها وكدمات في جميع جسمها وغازها في ايديها. حالة كارولين كانت متبهدلة جدا، طول الوقت متعصبة وبتتخانق مع بناتها وبتزعق لهم. وكانت كل حاجة بتعملها في البيت كانت بتعملها بعنف جامد جدا، لدرجة ان الخمس بنات لاحظوا الموضوع ده لدرجة ان في مرة لاحظوا ان صوت امهم كان بيبتدي يتغير. وكانت كارولين بتلبس هدوم قديمة جدا، ولما كان بيسألوها في البيت انت جبت الهدوم دي منين، كانت بتبص لهم بنظرات مرعبة جدا وكانت بتفضل السكوت التام. كل ده بيحصل اثناء اليوم، ولما تنام وتصحى بتصحى كأنها مفيش اي حاجة حصلت خالص. هي لاحظت ان بناتها خايفين منها، وهي حاولت كتير ان هي تقعد تتكلم معاهم، لكن البنات كانوا خايفين منها جدا. لحد ما في يوم البنات قعدوا مع الام وحكوا لها كل حاجة بتحصل، وكانت الام مستغربة ومش مصدقة الكلام اللي بيتقال. وكمان حكوا لها على الهدوم اللي بتلبسها اللي كانت قديمة. كارولين قلبت الشقة على الهدوم القديمة اللي بناتها قالت عليهم دول، ولكن ما لقيتش حاجة في الشقة خالص ولا اي اثر للهدوم ديت. وكارولين من اللحظة دي ابتدت تخاف وتقلق من نفسها على عيالها، الا في يوم من الايام تعمل حاجة فيهم وحش. كارولين في اليوم ده قررت ان هي تطلع حي المنطقة او المكتبة عشان تجيب كتاب او تعرف بالتفسير ايه اللي بيحصل في البيت وايه تاريخ البيت ده. وبعد بحث كتير في الموضوع ده بتيجي الصدمة ان البيت ده تم انشاؤه سنة 1680. يعني احنا كده بنتكلم ان المبنى دوت موجود من حوالي 291 سنة. دوت من تاريخ اللي حصل مع العيلة بتاعت روجير اللي هي 1971. لكن لو هنتكلم في تاريخ دلوقتي او تاريخ النهارده، المبنى ده يعتبر داخل في 300 سنة. في سنة 1680 كان عايش في البيت عيلة اسمها ريتشاردسون، كان بيحصل معاهم حاجات غريبة كتير. والزوجة اللي كان عندها 93 سنة انتحرت في الجنينة بتاعة البيت بطريقة وشكل غامض. وبعدها على طول 9 من ستات بتوع الحي شنقوا نفسهم في ظروف غامضة، وكمان كان اعمارهم مختلفة. ده كمان في 2 من الشباب حاولوا يقتحموا ويسرقوا الحاجات اللي جوه البيت، لكن للأسف اتجمدوا. وبعد الظروف اللي حصلت دي كلها بتيجي عيلة اسمها عيلة أرنولد، هم اللي بيسكنوا في البيت وسموا البيت أولد أرنولد. وكان في ست عايشة في البيت كان اسمها باتشيبا. الست دي ملامحها طبق الأصل من الشبح اللي بيظهر لكارولين. الست اللي اسمها باتشيبا ديت مواليد 1812، واتجوزت وعاشت في البيت الملعون دوت، وكان عندها 3 أطفال. وال3 أطفال دول ماتوا بطريقة غريبة جدا وهم لسه صغيرين. لكن باتشيبا ما خدتش في بالها من موضوع موت أطفالها ده، لأن في الفترة دي أو الزمن ده كانت في أطفال كتير جدا بتموت، وهي راحت اتبنت بنت تانية وربتها معاها. لكن برضو البنت دي ماتت في ظروف غامضة، ومن ساعتها باتشيبا ابتدت تشك في نفسها وتشك في كل حاجة حواليها. الحكومة وقتها طبعا شكوا في باتشيبا، وعلى طول راحوا قبضوا عليها، وعلى طول طلبوا انهم يشرحوا الجثة. وبرغم ان في التشريح مفيش اي جروح في راس الطفل نهائي، لكن بعد ما شرحوا جثتها بيلاحظوا ان جوه دماغها في دبوس. وطبعا بعد تحقيق طويل مع باتشيبا ما كانش فيه اي دليل عليها،
فاضطرت طبعا الحكومة انها تسيبها وترجع بيتها تاني. لما باتشيبا رجعت من بعد التحقيق للبيت تاني، ابتدى سكان الحي يشتموها ويضايقوها ويعملوا معاها تصرفات غريبة جدا. ده كمان في ناس قالت ان هي عاملة زي الاشباح، وفي ناس قالت دي شيطانة. كمان في ناس تانية كانت بتقول ان هي عندها طاقة سلبية صعبة جدا، لدرجة ان انت لو قعدت تتكلم معاها 5 دقايق لسانك بيتقل. وبعد فترة من موضوع التحقيق والكلام ده كله، جوز باتشيبا مات، وهي على طول ماتت بعديه ب5 سنين. ولكن فضلت روح باتشيبا موجودة في البيت وفي جميع الحي كله، وكمان اهل الحي كانوا بيشوفوا شبح باتشيبا، وده اللي خلى الناس تمشي من المكان كله. على طول بعد ما كارولين عرفت حقيقة البيت، ابتدت تحكي الموضوع للناس وسكان الحي كله. والموضوع لما انتشر شركة هوليوود عرفت، وعلى طول شركة هوليوود بتتحرك لكارولين عشان يسمعوا منها تفاصيل القصة وينتجوا لنا افلام جميلة جدا زي افلام ذا كونجرينج باجزائها كلها. بس هنا انا عايز اقول لك على حاجة، الفيلم بيحكي القصة الحقيقية فعلا، لكن في احداث كتيرة جدا اتمنعت ان هي تنزل في الفيلم بسبب ان هي كانت مرعبة وكانت قاسية جدا على المشاهد. وبعد كل الموضوع ده كله تيجي عيلة روجر وبرضه يسيبوا البيت، وبعديها يجوا ناس تانيين يسكنوا في البيت وبرضه بيسيبوه هم كمان. وبرضه انا عايز اقول لك على حاجة، البيت لحد دلوقتي موجود في امريكا في قرية اسمها هارسفيل، يعني عشان لو حابب تروحوا. اتمنى اكون ضيف خفيف عليكم، وكان معاكم حاتم الطحان في صفر لا شيء وكل شيء.